السلام عليكم. أزول لا عيد بالنسبة لعائلة معتقلي حراك الريف. ما عندناش حنا العيد. حنا كل صباح عائلة الزفزافي كتنوض تركب تحيد الرايات القديمة ودير الرايات الجديدة. هذا هو العيد ديالنا. كنا نأمل نفرحوا ولكن يتجدد الأمل مرة أخرى. هي الأم ديالي خالتي زليخة تقول لكم واحد الكلمة قصيرة جدا هذا العيد. السلام عليكم. انا كندعيكم الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. عيدوا غير نتوما، فرحوا غير نتوما، ديروا المهم. اش غنقول لكم؟ حمقتونا، الله يحمقكم الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل ما نعلقوا على لاله زليخه خليونا نبداو بالسي طريق. السي طريق الزفزافي حتى الاخ ديال ناصر الزفزافي جميل. بغيت نعرف لاله زليخه اش كتجيك، واش الام ديالك ولا خالتك؟ غير حدد لينا بعدا. هذه الاولى. الثانيه، الربح ديالكم، الاستفاده ديالكم من هذا الفيديو اللي خرجتوا به شنو هي؟ ياك ما بغيتو انا جلاله الملك ينوض اليوم في الصباح ثاني عيد يصدر عفو ملكي على ناصر الزفزافي، ابقاو غير تحلموا؟ ولا يمكن باغيين تضامن شعبي؟ يمكن غتحصلوا على التضامن عفوا نسبيا، ولكن الاغلبيه الساحقه راه ما غتضامنش معكم السي طريق. علاش؟ لان ولدكم ولا خوكم مجرم بالحرف، مع احتراماتنا ليه. اللي قام بعصيان مدني مجرم، اللي قطع الشوارع مجرم، اللي قام باضرام النار مجرم، اللي تعدى على ممتلكات الغير كانت عموميه او خاصه مجرم، اللي تعدى على حرمات المسجد والجامع مجرم، ماشي بريء السي طريق، مع احتراماتنا لك بطبيعه الحال. ثم نجيو لاله الزليخه. حنا فاهمين وعارفين الكبده ديال الام، تمكلومه على ولدك 10 سنين دابا، فاهمين هذا الشيء. ولكن يا استاذه سمحي لي، على من كدعي؟ شكون كتوجهي ليه ديك الدعوات؟ شكون بالضبط؟ بغينا نعرفوا شكون كتقصدي، وشكون هذو اللي عيدوا غير نتوما؟ شكون؟ علاش كتكلموا بالرموز؟ علاش ما تقصدوش العوينه تشربوا؟ علاش؟ العفو بيد من؟ بيدي انا؟ بيد جلاله الملك، ماشي بيدي انا. اذا قصدوا الملك وجهوا الملك، علاش كتكلموا بصيغه الجماعه؟ شكون هاد الناس؟ عيدوا غير نتوما، الله ياخذ فيكم الحق، حمقتونا الله يحمقكم. شكون هادو؟ ياك ما الجمله ديال بن كيران العفاريت والتماسيح، ولا يمكن اللي ما كيتسناوش؟ مولي بسم الله الرحمن الرحيم. لا زليخه، ولدك الا بغى عفو ملكي راه عارف الطرق اللي يقدر يطبقها بحذافيرها باش يصدر في حقه ولا ما يصدرش في حقه عفو ملكي. ولكن ولدك ولا خوكم ما باغيش يتنازل، ما باغيش ينزل راسو شي شويه، يمشي يعمر وريقاتو ديال طلب العفو ويقدمها لجلاله الملك ويتم درس طلبه، وديك الساعه يقدر يصدر في حقه العفو ولا ما يصدرش في حقه العفو. نتوما باغيين عفو غير هكذاك؟ بارك ما يقصح ولدكم في راسو ديك الساعه نهضروا. نتمنى ان كلامي يكون واضح ومفهوم. لاله الزليخه مره اخرى، الله يفك سراح ولدكم، الله يفك سراح ناصر الزفزافي. الحبس ما سهلش، ما بغيناش ليه، ولكن بكل صراحه اللي درها بيديه يفكها بسنيه. وكيف ما كيقولوا المغاربه سيادنا الاولى، اللي دار ذنب يستاهل العقوبه
ما قلتش، هما اللي قالوا. الله يفك صراحو، الى اللقاء.